بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عند حضرتك مفك تيست مش شغال او مفك تيست اضاءته ضعيفة جدا جدا، مش بيبين معايا الطرف الحار من الطرف النيوترال او طرف الكهرباء من الارضي او طرف الحي من الطرف البارد، فان شاء الله نشوف مع بعض في الفيديو ده ازاي نقدر نصلح مفك التيست اللي هو مش بينور. معايا هنا 3 مفكات. هقلل الاضاءة كده ونشوف مع بعض كده، نجرب ال3 مفكات مع بعض. نجرب اول مفك كده. عندنا مشترك شغال اهو، الطرف تحت كهرباء، مفك بينور. نجرب التاني بينور برضو. نجرب المفك التالت مش بينور. كده هنشوف مع بعض ان شاء الله اصلاح المفك التالت دوت، وهنخليه ينور بشكل سهل جدا جدا. بس قبل ما نصلح المفك حضرتك بس في نقطتين تبقى عارفهم، ان عندنا مفكات التست بتشتغل عندنا هنا بنظامين او بطريقتين. الطريقه اللي هي بيكون في عندنا لمبه خاصه بمفكات التست، نشوفها مع بعض دلوقتي كده. دي لمبه بتكون خاصه بمفكات التست اهيت، ما بتتباعش، بيكون بالشكل ده كده. اللمبه الداخليه نفسها شكلها مختلف، ده كده نوع. النوع التاني بيشتغل عندنا بلمبه بيان او لمبه اشاره، بتكون راكبه عندنا في التابلوهات بتاعه الكهرباء. هنشوف مع بعض دلوقتي برضو نفس الفكره او نفس النموذج اللي هو المفك التاني اللي هو ده. هنفك عندي هنا دلوقتي نفك ونبص عليه من الداخل. دي كده اللمبه اللي عندنا في مفكنا، اللمبه العاديه. شايفين يا اصدقائي اللمبه العاديه اهي، اللي هي بتكون عندنا موجوده في لمبه الاشاره بتاعه لمبه البيان بتاع الاجهزه الكهربائيه، اللي بتكون عندنا موجوده في المحلات بشكلين. الشكل اللي هو ده لمبه اشاره، سعرها من 3 ل5 جنيه، وموجود عندنا في المحلات اللي بتبيع قطع غيار المكاوي والسخانات والحاجات دي، بيكون بالشكل ده بحوالي جنيه ونص او 2 جنيه. يبقى في عندنا الشكل ده وفي عندنا الشكل ده. دي طبعا من الداخل هي نفس الشكل ده، ولكن الفرق بس عندنا في الاطار او في الغلاف او في الكفر بتاع اللمبه. احنا بقى طبعا عشان هنستخدم دي اللي هي سهله جدا جدا، بنوصل على طول بدون اي مشكله وتشتغل معانا اللمبه على طول. في عندي هنا طرف منهم يكون راكب فيه مقاومه. المقاومه عندي هنا بتكون 150 كيلو، بني اخضر اصفر. المقاومه عندي راكبه عندي في المفك ده هنا، بتكون قيمتها عندي هنا، نبص مع بعض كده عشان نبقى عارفين برضو قيمتها عندي هنا بالايه. قيمتها عندي هنا بني اسود اخضر، يعني عندنا المقاومه دي يعتبر 1 ميجا. بني اسود اخضر يبقى 1 ميجا. لو انا عايز اجيب اركب عندي هنا على دي، اشيل المقاومه اللي 150 كيلو واركب 1 ميجا، مفيش عندي هنا اي مشكله. مقاومات 1 ميجا ممكن تلاقيها في بورد كتير. دي بورده بتاعه ترانس لمبات نيون الكتروني اهي. المقاومه اهيت بني اسود اخضر، دي كده يعتبر 1 ميجا. بني اسود اخضر 1 ميجا، ممكن اوصل على طول بدون اي مشكله، مش هيحصل اي حاجه. المشترك طبعا فيه كهرباء، هو تقلل عندي هنا الاضاءه. ودي اللمبه اهي يا اصدقائي، لو وصلتها عندي هنا كده في طرف الكهرباء اهوت، اللمبه نورت اهيت. لو لمست عندي دلوقتي الحيطه اهوت، لما كده لمست الحيطه اهوت اهو الحيطه، مفيش اي مشكله الحمد لله، ومش حاسس بحاجه. دي كده يعتبر في مفكات بتشتغل. شفنا النوعين دول. في مفكات بتشتغل بقى بطريقه تانية يا اصدقائي، نبقى عارفين برضو العلم بالشيء. ده مفك تيست برضو موديل قديم شويه. نبص مع بعض هنا يا اصدقائي، هتلاقي هنا الموضوع هنا مختلف شويه. اللمبه عندي هنا بتاعه المفك التيست برضو النوع اللي هو خاص بمفكات التيست اللي هو النوع ده، ولكن في عندنا حاجه غريبه شويه. شايفين مع بعض يا اصدقائي؟ شايفين الجزء ده؟ دي يعتبر يا اصدقائي مقاومه. دي مقاومه بيكون قيمتها كبيره جدا، ممكن تكون مثلا 500 كيلو 600 كيلو، علشان تقلل معايا الجهد الكهربائي او التيار اللي بقيسه على المفك التيست، او عشان ما احسش بلسعه كهربائيه اثناء ما انا بختبر بالمفك التيست اي كهرباء. مفك التيست اللي فيه الجزء ده يا اصدقائي اقدر اختبر بيه الفولت او التيار من 100 لحد 1000 فولت. مكتوب عندي هنا اهوت على ده من 100 لحد كام؟ لحد 1000 فولت. المفك التيست اللي فيه اللمبه العاديه ديت اقدر اقيس بيه من 100 لحد 500 فولت. مكتوب عندي هنا اهوت من 100 لحد 500، اذا كان ده او ده من 100 لحد 500 اهوت.
طيب احنا هنصلح المفك ازاي يا اصدقائي بقى؟ كده رجعت دول زي ما كانوا بالظبط، هنكون على جنب كده، ونجيب المفك اللي هو ما اشتغلش، وهنفك عندنا هنا الجزء الخلفي بتاع المفك ده، مفك عادة، ونخرج عندنا الجزء الداخلي، اللمبة الداخلية. عندنا برضو مفك الاصدقاء، برضو فيه عندنا الجزء اللي هو زي الفحماية، اللي هو زي المقاومة كده. الملتيمتر على وضع قياس 6 ميجا. نقيس مع بعض كده الفحماية دي او المقاومة دي قيمتها كام. ادينا قيمة كام؟ ادينا 1.5 ميجا اهو، 1.5 ميجا. طيب في بعض الأحيان بيكون في عندك هنا ساعات أكسدة على أطراف اللمبة، فبالتالي برضو ساعات بتمنع التوصيل بتاع الكهرباء. فبالتالي ممكن قبل ما نغير لمبة المفك نجرب نصنفرها بأي حاجة أو نجرحها بأي حاجة، عشان لو في عندي هنا صدى أو في عندي هنا أكسدة. ولكن احنا دلوقتي هنا هنركب لمبة جديدة. هنستخدم السوستة بس، ناخد السوستة وغطا المفك واللمبة اللي هي الجديدة. طيب عشان اللمبة دي كده نركبها بالشكل ده مش هينفع تركب، فهنحتاج هنحتاج قطعة تيوب. دي أنا خدتها من شفاطة بتاعة عصير اهيت، بلاستيك لونها شفاف، عشان عندي الليد كده او اللمبة دي تخش جوه كده بالشكل ده كده، ونقدر نوصلها بشكل كويس. اشيل عندنا الاطراف دي كده او العازل دوت اللي هو المقرونة الحرارية، وافك عندي الاسلاك دي كده. هجيب الجزء ده كده اهوت، الجزء ده المقاومة دي نشيلها واوصلها عندي هنا كده، تبقى جنب اللمبة بالشكل شايفين ده كده اهوت. واجي على المقاومة انا الفها عندي هنا كده على السن بتاع اللمبة هو كده بالشكل كده، بحيث المكان ده هتركب عندي فيه السوستة كده تبقى متصلة كويس عندي هنا. وجزء زيادة دوت هقصف منه حتة واسيب الباقي بالشكل ده كده. ده كده شكل اللمبة بعد عملناها اهوت. المقاومة 150 كيلو اللي وصلتها من طرف من اللمبة للطرف عندي هنا عند الجسم بتاع اللمبة الأمامي، علشان السوستة تركب عليها بالشكل ده كده. واجي عندي هنا اجيب بقى قطعة التيوب اللي احنا جبناها ديت، هنوصلها نركبها عندي هنا كده. هقطع حتة منها كده، قطعت جزء من التيوب والأنبوبة الشفافة حوالي 3 سنتي. ركب عندي هنا اللمبة كده، والجزء ده كده هتنيه عندي هنا بالشكل ده كده اهوت. واجيب عندي الغطا بتاع المفك هيركب عندي هنا، اللي هو ده يركب عندي هنا كده. طبعا السوست تركب عندي هنا كده. هبتدي بركب السوست عندي هنا في المفك، بعد كده اركب عندنا هنا اللمبة بتاعتنا، وابتدي اربط عندي هنا المفك. لما قفلت المفك السوست ما طالتش عندي هنا اللمبة مع جسم المفك الداخلي، فبالتالي هشد السوست شوية كده علشان تطول معانا، عشان تعمل عندي تلامس ما بين طرف من اطراف اللمبة مع جسم المفك او الجزء المعدن بتاع المفك. نجرب تاني كده. كده السوست طارت معانا اهيت. كده ربطت عندي الجزء الغطا بتاع المفك. نجيب كده المشترك ونجرب مع بعض كده، نقول بسم الله. كده المفك منور. نقلل الاضاءة كده بتاعتنا. فك منور ده كده اهوت. اضاءته عادية جدا اهيت يا اصدقائي. كده شفنا مع بعض اصلاح مفك تيست مش بينور. والهدف طبعا مش اصلاح المفك اللي هو التعبان دوت، بيكون فيه ساعات بعض الناس عندهم مفكات بتكون غاليه، فبالتالي الاصلاح بتاع المفكات الغاليه بيكون احسن من نشتري مفك صيني. دي كلها تعتبر مفكات صيني. بيكون في مفكات الماني بيكون خامتها حلوه جدا جدا، فممكن مفكات الماني تستاهل ان الواحد يصلحها. في نقطه بقى اخيره بس، ان عندي هنا يستحسن ان انا ما اقيس المفك دوت جهد اكتر من 220 فولت. لو اقيس جهد اكتر من 220 فولت يبقى غير المقاومه اللي احنا شفناها،
150 كيلو ركبت مقاومة 1 ميجا زي ما شفنا عندنا في المفك اللي احنا فكيناه، وشفنا المقاومة كانت قيمتها 1 ميجا. دي كانت كل حاجة عن مفك التيست. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.